السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عشان باكر عبر قناة ملعب السمندل. جماهير الهلال الوفية، نحن قصدنا أمس ما نطلع عليكم في حلقة لا قبل الكورة ولا بعد المباراة، لأنه يعني ظهورنا بقى قبل المباراة. من خلال تعليقات كل الجماهير الهلالية اكتشفنا إنه يعني كلامنا ما قاعد يعجب ناس كثيرة، وطبعا نحن ما قاعدين هنا عشان نعجب الناس، نحن قاعدين عشان نقول وجهة نظرنا. فكانت هنالك أحداث كثيرة جدا قبل مباراة الهلال والمولودية، وكل الشارع الهلالي كان متابعة. عنوان عريض اللي هو المسألة بتاعت السفر واسترخاص الهلال من قبل المسؤولين في مجلس إدارة نادي الهلال، بعض المسؤولين ما كل المسؤولين. والحاجة اللي لو جينا تكلمنا فيها قبل المباراة كان حنلقى هجوم كبير جدا جدا من جمهور الهلال إنه التوقيت غير مناسب. فعشان جمهور الهلال عنده اعتقاد إنه التوقيت المناسب بعد المباراة، نحن جينا بعد المباراة. طيب، لو الهلال كان فايز على المولودية، هل جمهور الهلال كان حيتقبل كلامنا؟ ديفينتلي لا. لو الهلال خاسر الان ممكن الناس تسمعنا ويا سلام وايوه كلامك صح وكده. فيا جماعه، انا النصيحه اللي عايز اقولها لكم في بدايه حلقه اليوم: العاطفه عمرها ما تحقق لك بطوله في نادي الهلال، نادي كبير زي نادي الهلال. التخطيط السليم والتعامل بواقعيه مع الامور، وعدم يعني انك تكبر المواضيع. يعني الليله انت فزت على سان داونز، امبارح لو لاحظتوا المعلق بتاع المباراه قال لكم سان داونز ما هو سان داونز بتاع السنين اللي فاتت. انا لما قلت الكلام ده لقيت هجوم كبير جدا. يا جماعه خطوا الكوره واضح، الفريق اللي عايز يحقق بطوله، انت لو عايز تصل الفاينل ولا ما قبل النهائي ممكن تصل بالمناسبه تيمك ده بشكل مريح جدا، لكن ديفينتلي ما حتحقق بطوله، لانه الفريق اللي عايز يحقق بطوله لازم يخطط تخطيط سليم، والبطولات ما بتجي صدفه. فبالتالي حلقتنا بتاعت اليوم نحن حنتطرق فيها للجوانب الاداريه اللي كانت سبب الهزيمه بتاعت الهلال امام المولوديه، اضافه للاخطاء الفنيه الكارثيه من ريجي كامب وبعض اللاعبين في كشف الهلال. والكلام ده انا قاعد اقوله مرارا وتكرارا. التفاصيل شنو حنشوفه في حلقه اليوم. قبل ما تخشوا ما تنسوا تعملوا لنا لايك للحلقه دي يا شباب، وما تشتركوا في القناه. الناس اللي جونا جداد يا جماعه تركوا كلمه اشتراك هنا، اشتركوا لنا في القناه واعملوا لايك، بيزيد وبيخلي المحتوى ينتشر لكل الهلالات، وبالتالي الجرعه اللي عايزين نوصلها لكل جمهور الهلال حيستوعب نحن بنقول في شنو. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نحن دائما يعني احتدنا في كل حلقاتنا نبدا حلقاتنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طيب، خلونا نبدا بتشكيله ريجيكام لهذه المباراه، وده العنوان اللي عايز اقوله لكم: الاخطاء الفنيه. حتى قبل المباراه انا سالت الناس يتوقعوا لنا التشكيله، يتوقعوها يمكن 4 اشخاص بشكل صحيح، اللي هو اخونا احمد حسن يمكن خط التشكيله بشكل صحيح، واخونا احمد محمد ابراهيم، واسامه الطيب، وطه الماحي. واحد من الاربعه ديل ما قال التوقع الصحيح نتيجه المباراه ولا اي شخص اخر، لانه ما في حد كان متوقع انه الهلال يخسر هذه المباراه بهذه النتيجه الكبيره. انا بفتكر امام المولوديه، المولوديه قدمت مباراه كبيره، مباراه كبيره ما عليها اي غبار. المدرب بتاع مكوين اللي هو درس فريق الهلال بشكل ممتاز جدا، عكس ريجي كامبل اللي هو ما اصلا درس فريق المولوديه ولا عرف انه هيلعب بهذه خطه. الشيء الثاني الهلال فيه اخطاء كبيره جدا قدر يدرسها مدرب المولوديه، اللي هي الاخطاء بتاعت عمق الدفاع ولعبه الارتكاز، اضافه لانه استفاد من مساله ارهاق لاعبي الهلال، فبيلعب باصات طويله خلف المدافعين كلها كانت ناجحه بشكل كبير جدا. صن داونز عرف نقاط ضعفك وين، وكان برضه بيلعب عليها على فكره، اللي هو ارسنت الجناح الايمن بتاعه. الكلام اللي تكلمت عنه قبل مباراه صن داونز امبارح ما طلعت لكم قبل كره المولوديه، لانه بالنسبه لي الحديث كان حيكون كبير جدا عن الاخطاء الاداريه، لكن اليوم خلاص انا حاتكلم عنها. خلونا نبدا بريجي كان بالتشكيله اللي بدأ بها. زي ما قلت لكم سفيان فريد انا ما عندي فيه راي على الظهير الايمن ستيفان ايبولا ولا كان ياسر عوض. الاثنين اي واحد فيهم كان شارك ما كان حتكون عندي فيه وجهه نظر سلبيه، لانه الاثنين خامات فنيه ممتازه جدا جدا. حتى ياسر عوض انا بتمنى ظهوره في المباريات القادم، حتى لو ما في الخانه. اللاعب ده مميز جدا بالمناسبه وعنده امكانيات مهوله ما يقل عن مامادو قمردين على فكره. عندكم في عمق الدفاع بالذات اللي هو الخلل الكبير في محمد احمد إيرينج، وانا ياما تكلمت كثير شديد في انه محمد احمد إيرينج فيه اخطاء فادحه جدا جدا، تدخلات بصوره كبيره قاعد تكون ما قانونيه، بياخذ عليها كروت الحماس الزايد. الجمهور الهلال ذاته قاعد يكون هو السبب في المساله دي، لانه بيفتكروا إيرينج هو. بالمناسبه إيرينج ده لما نجي المباريات الكبيره حتشوفوا، ومباراه امبارح كان خير دليل. الهدفين لو لاحظتوا عدم تغطيه لصيغه من إيرينج للاعب اللي جاب الجون الاول والثاني يعني. فبالتالي محمد احمد إيرينج هو خلل كبير جدا في منظومه دفاع الهلال. نحن كنا محتاجين لاعب بكواليتي عاليه زي اللاعب اللي كان تم طرحه على الطاوله اللي بيلعب في الجيش الرواني. بالتالي ممكن يكون هو باك اب، يعني لاعب بديل او كده. هو طبعا
طيب عبد الرازق ولا حتى اللاعب عثمان ديوف هم ما افضل من ايريك، لكن هو افضل السيئين. فريجامي ما كان عنده طريقه اللي يلعبه، لكن احنا بنقول انه سيء وتدخلاته ما قانونيه وعنده عدم تغطيه وسرحان وحاجات كثيره. ده ما يمنع انه هو ايجابي في بعض الحاجات بالمناسبه. بعض مرات بيخش في التوقيت الصح، بعض مرات بيقطع الكور بشكل جميل جدا لما يكون في يومه، لكن تحس انه يعني المساله دي فيها تارجح بتاع مستوى بشكل كبير جدا. النجمي مصطفى كرشوم، انا بقول نجمي رغم الاخطاء الفنيه اللي وقع فيها مصطفى كرشوم كبيره جدا كانت امبارح. يعني امبارح كان الهلال ممكن يكون محسوب 4-5، نصيب الاسد كان حيكون له مصطفى كرشوم، لكن انا بقول لكم نجمي كبير. الراجل ده عندك الارهاق كان مؤثر عليه بشكل كبير جدا. طبعا مساله الارهاق والسفر دي انا حكررها في كل لاعب، لانه في النهايه يتحملها مجلس الاداره. فلازم الجمهور يفهم تماما انه الهزيمه الكارثيه دي اذا كان خدتناها بنسبه 100%، مجلس الاداره ممكن يتحمل اكثر من 60% من الهزيمه دي، او النسبه قد تكون اكثر من كده. وبالتالي مصطفى كرشوم كان هو حامل عبء كبير جدا في هذه المباراه. الارهاق كان مؤثر عليه. اخطاء ارنيست لو زولو ولا زولو ده فيه مشاكل فنيه كبيره برضه كان بيشيلها مصطفى كرشوم، كان بيطلع على مساله الظهير الايسر بيشيل اخطائه كلها، لانه عمق الارتكازين ما كانوا قايمين بادوارهم خالص وجايهم انا طبعا. فعشان كده اخطاء كرشوم كانت كبيره، اضافه لاخطاء ايرينج بيحاول هو يتلافاها بقدر الامكان. والعيب الاكبر كان طبعا للنجم الكبير جدا والمميز، وانا بفتكر نجم هذه المباراه من غير اي منازع سفيان فريد، له التحيه وله التقدير. وده بيغضنا بالمناسبه، انا معلش بمشي قدامه وبرجع، لكن انا داير جمهور الهلال يحاول يستوعب يعني لاعب بلاعب لما نتكلم عنه يفهم نحن مشكلتنا شنو. يعني تخيلوا امبارح في الدقيقه 10 لما حصلت اصابه لسفيان فريد وكان بيسخن محمد مدني، شعوركم كان شنو يا جمهور الهلال؟ شعور سيء. ليه طيب سيء؟ والكلام ده برضه سالت السؤال ده في مباراه سان داونز. ليه؟ لانه انت اصلا ما مقتنع بمحمد مدني، فبالتالي انت لما تجيب لاعب زي محمد مدني وتخطه احتياطي ديفينتلي انت حيشارك ليك. والهزيمه دي كانت حتكون تاريخيه وكارثيه امبارح. تخيلوا كميه الاهداف اللي شالها سفيان فريد باعجوبه امس لو كان نزل محمد مدني. انا اكون معاكم واضح، ده ما الحارس اللي ممكن يكون في دوري الابطال بديل لسفيان فريد، ولا حتى بالمناسبه محمد مصطفى ما جاهز. فبالتالي لما كنت بطالب بتسجيل حارس ما كان من فرق جمهور الهلال. العاطف خطاب الجنب، خلونا نكون واقعيين. اما لو زولو ده طبعا كلامي عنه واضح ورغم انه امبارح ناس مده يعني قدم كوره كويسه نوعا ما افضل من المباريات السابقه. لانه اصلا هو يعني التيم بتاع المولوديه ما اعتمد على انه يلعب على نقطه الضعف بتاعت الهلال، لا لعب عارف انه اللعيبه دي الملحقين، عارف انه عنده خلل في عمق الدفاع، عارف عنده خلل في المنظومه بتاعت الارتكازات، فبيلعب الباصات الطويله خلف المدافعين وكان ناجح فيها بشكل كبير. لكن لو كان لعب على الاخطاء ارسنتي كان ممكن برضه امبارح يقدر يحقق يمكن نتيجه كبيره عن طريق الظهير الايسر لنادي الهلال، لكن هو ما كان عندهم اصلا ظهير او الجناح الايمن المميز. نمشي في خط الارتكاز. شهادتي مجروحه جدا في صلاح عادل النجم اللي تم تجديد التعاقد معه، بتمنى انه يتوفى مع الهلال الفتره القادمه. لاعب عنده كاريزما، عنده جرينتا، حماس ما شاء الله عليه، منضبط اخلاقيا وخلقيا من الظاهر جدا. حسن سير وسلوك واضح جدا. حنتكلم عنه انه نادي الهلال للتربيه بالمناسبه، نادي الهلال للحركه الوطنيه، نادي الهلال للقيم والاخلاق، نادي الهلال كل شيء. فانت لازم تدي الراجل حقه. وصلاح عادل فنيا وخارج الميدان لاعب ما شاء الله عليه. نعيب عليه حاجه واحده بس، المساله بتاعت الحماس الزايد بتوقعه في الكروت. صلاح عادل شايل كرته في جيبه كل مباراه، فدي مشكله كبيره لازم تتحل عن طريق الاداره الفنيه الموجوده في الهلال. لانه احنا ما بنفقد اللاعب ده في مباريات كبيره جدا احنا محتاجين له بشكل كبير جدا. نمشي قدام شويه ونتكلم عن بوجبا. بوجبا ده معنا ما عارف، لكن ليه مصرين عليه؟ يعني حتى في المنتخب والهلال اللاعب ده عنده اخطاء ما طبيعيه. ده غير انه الصفات اللي موجوده في صلاح عادل ما موجوده عنده، بيلعب ببرود ما طبيعي. وما شرط طبعا انه يكون عنده حماس وقرينته والكلام ده، لكن البرود بتاعه في الخانه اللي بيلعب فيها بعض مرات باصاته العرضيه اللي بتكون هي اخطاء فادحه الخصم بيستفيد منها بشكل كبير جدا. غيره امبارح ما كان عنده اي دور، فوجوده اصلا كان في التشكيله كان اكبر خطا من الاخطاء اللي وقع فيها ريتشيغام في كل المباريات السابقه. بيضطر يستبدله. فبالتالي انت ليش اصلا عايز تثبت للجمهور انك انت فنيا مميز على ريتشيغام، وعايز توريهم انك انت ديل اللعيبه اللي عندهم ويكنسز او عندهم نقاط بتاع الضعف انك بتغيرهم. فكان ممكن تبدا بالتشكيله من البدايه بالحجم هذيك مع صلاح عادل. فده رايي لما نقول اخطاء فنيه بتاعت ريتشيغام. كل المباريات السابقه تغييراتك بقت محفوظه لجمهور الهلال، حتى زي ما الناس ريكاردو نفس الحاجات دي كنا بنخش فيها نحن، لكن ريكاردو كان بيبدا صح عكس ريتشيغام بيبدا غلط وبعد ذاك بيبدا صحيح. فتخيلوا معي انه انا ابدا
ببوجبا واجي ابدله في النهايه بحاجه ما ديك، الحاجه بقت محفوظه لجمهور الهلال جدا جدا. المشكله انك تبدا بالحاجه ما ديك وبعدك تبدا تغير، تنزل بوجبا، تنزل فوفانا، عندك خيارات ما طبيعيه انت اصلا في الكنبه بتاعتك. حتى قمرديني مامادو يعني مميز جدا جدا، ده خليه حنتكلم عنه. طيب خلونا نمشي قدام شويه. برضو من الاخطاء اللي وقع فيها ريجي كان بشكل كبير مشاركه الغربال. كل الحلقات انا بتكلم في الشخصيه دي. فرط الهلال صن داونز اي نوعا ما حقق، لكن ما البنفس او المنافع الكبيره اللي ممكن يستفيد منها الهلال في خط المقدمه الهجومي. كان ممكن تبدا بصنداي، تمشي المباراه اللي قدام ممكن تغير. فانا ما اعرف يعني فكره شنو تبدا دائما بالغربال وتتغير ولينا تبدا به وتتغير. حتى تبديلاتك ما كانت موفقه، انت سحبت نجمين مميزين. اي كوليبالي كان ما في نفس المستوى لانه ارهاق كان واضح عليه شديد جدا، والكوره اصلا ما كان قاعده تصله. جان كلود كان قاعد يجتهد بالمناسبه، والرغابه كانت عليه مشدده جدا جدا، اضافه لانه انت اصلا ما اديه ادوار دفاعيه عشان يقدر يشيل لك مع ارسنال. حتى كان بينزل في خط الوسط على فكره. فجان كلود كان قايم بدور كبير. ميبي يكون رجي كان بنظره مرتبطه بمباراه سانت لولو، لانه دي المباراه كان يعني او مخطط الهلال يتاهل منها، فممكن يكون تغيير هو مرتبط بالكروت، لانه جان كلود عنده كرت اصفر وكليبالي ايضا عنده كرت اصفر. لكن كان بتمنى انه وجود صنداي منذ صافره بدايه المباراه. على كل التغييرات اللي تمت كلكم عارفينها. سحب غربال، نزل لا هو ما سحب غربال في البدايه، سحب جان كلود وسحب كوليبالي وايضا سحب بوجبا. نزل الحاج ماديكي ونزل احمد سالم المميز ونزل لنا اللاعب صنداي. من غرايب الامور انك تنزل صنداي مكان جان كلود وما قدر يحقق لك اي حاجه الا لما جيت غيرت الغربان ونزلت قمرتيني ووديت صنداي في راس الحربه. ويا رجي كان دماء مباريات للفلسفه. يعني انت ممكن تلعب لك لاعب زي صنداي لاعب جناح ما يحقق لك اي حاجه يعني. فقام ممكن تسحب الغربال من البدايه، فطنت لها متاخر، نزلت قمردين حقق نجاح كبير جدا برفقه احمد سالم. والنجوم دي نجوم مميزين جدا. والحاجه الكويسه في الهلال انه عنده كشف بتاع بدله مميز بنفس امكانيات اللعيبه الاساسيين. التبديلات اللي تمت دي كان عندها دور ايجابي. نحن كنا متمنين كان يبدا بها اصلا ريجي كان من البدايه بوجود كوليبالي وجان كلوت، كان موجود صنداي، موجود حجم ديك مكان بوجبا، وكان ممكن يكون موجود بيتروس. لكن في النهايه اللعب بارسنتي في النهايه راجع على ريجي كان معنا نتكلم فيها كثير. في المجمل الاخطاء الفنيه كان عندها دور. ممكن النسبه تكون 40 ل 30% من ريجي كان كالعاده في كل المباريات بيرجع يصحح اخطائه، لكن بعد مرات الزمن ما بيزعفك في انك انت تلحق نفسك. هارد لك الهلال الأمة، هذه الحركة الوطنية، هذه الهزيمة اللي تسببت فيها زي ما قلنا الأخطاء الفنية بنسبة كبيرة. وخلونا نمشي نتكلم طوالي عن الأخطاء الإدارية. طيب خلونا نمسك الموضوع بالعقل. مين اللي ماسك؟ فاضل حسين اسمه تقريبا. فالراجل ده يعني أنا بتكلم عنه بالنيم، لأنه المسؤولية دي مسؤولية السفر والترتيب والتساكر والكونكشنات كلها مسؤولية بشكل رسمي ومسؤولية شخصية ترجع عليه هو. ويكنس هو زول ضعيف إداريا، زول بيعتمد على إنه داير يسهر للإدارة بإنه هو قادر يعمل سيفين كويس عشان يشوفوه إنه زول والله قلبه على الهلال. زول مثلا ما عنده كاريزما بيشيل كلام الناس أو بيقوم بيوجهوه لأنه في ناس مستفيدة من القصة دي. أو بغض النظر أنا هسه ما قاعد أقول هو قاعد يعمل كده، أنا قاعد أدي احتمالات، فما بيكون كلامي صح بيكون كلامي غلط. فالفاضل لا يتحمل المسؤولية بشكل كامل لأنه هو المدير التنفيذي. نحن كنا في عصر حسن محمد صالح شايفين الهلال كان في قمة روعته وقمة جماله، في ترحاله، في سفرياته، في فنادقه، في طيرانه الخاص، في كونكشناته. كانت حاجة بروبر، حاجة بروفيشنال، حاجة بمستوى عالي جدا من المهنية. الهلال كان فوق الجميع. الآن شفنا مهزلة كبيرة. يعني الحاجات دي مفترض تمشي مع بعض. انت بتجيب كواليتي بتاعت لعيبة ممتازين، مجلس الإدارة بيشتغل بهارموني كويس جدا، العلاقي قاعد يقدم بمستوى كويس ماديا لمجلس الإدارة. الفاضل التوم وكل الناس اللي موجودين قادرين يشتغلوا كويس، المكتب الإعلامي بدا يحسن في أداؤه رغم تحفظاتنا عليه. فما ممكن يجي واحد زي ده يعمل كولابس لكل السيستم ده. فلازم تكون في مسؤولية مجلس الإدارة، مسؤولية كاملة يا سيد العلاقي ويا مجلس الإدارة. في ناس مستفيدين، في لوبي شغال في القصه دي، اكيد في ناس مستفيده ورا الموضوع ده. يعني سينو حتى انا لو موجود في نادي الهلال وبسترزق من الموضوع ده او عندي منافع فيه او كده، فانا ممكن اعطل الهلال. مش قادر اقول انا كيوسف يعني، قاعد اديكم السيناريو. فالحاجات دي بما انها اصلا محتمل انها تحصل، فما تخلوها للمساله بتاعت شنو الاهواء الشخصيه في التحكم في امر الهلال. لازم يكون في سيستم اداري بيحكم رحلات الهلال. المسؤوليه دي بيتحملها المدير التنفيذي لنادي الهلال الفاضل حسين بشكل كامل.
العملية بتاعت الإرهاق الكبير والترحل في 4-5 غارات ومطارات كمية وإرهاق بتاع اللاعبين كان ظاهر جدا في خلال هذه المباراة، والأعياد كان واضح، والتعب والإرهاق كان لاعب على كل النجوم، كوليبالي، صلاح، عادل، حتى بوجبا، حتى إيرينج بالمناسبة، حتى مصطفى كرشوم. يمكن شوية المحترفين ديل يعني هم مش متعودين على المسائل دي، لكن ما شاء الله المستوى اللياقي والمخزون عندهم عالي شديد، فنحن ما شفنا بهم يتأثروا بشكل كبير جدا زي ما تأثروا لعبتنا الوطنيين بصورة كبيرة جدا. النجم الأوحد في هذه المباراة، الأوحد أنا بقول وقدم أداء كبير جدا، سفيان فريد، له التحية وله التقدير، لكن لازم ريجي كان بينتبه في إنه يعالج الأخطاء الفنية، والحاجة دي فشل فيها ريجي كان بشكل كبير جدا. في المباريات السابقة الأهداف اللي قاعدة تلج الهلال شبه متكررة، وبيحصل فيها عدم معالجة للأخطاء واضح جدا من خلال التدريبات. المدرب هو هجومي، اكيد عنده محل الاداء واكيد عنده مساعد له، والان خالد بخيت هو موجود في الدوري الممتاز، لكن من المؤكد انك لازم تدرس الخصم بشكل كويس جدا، ومن المهم جدا لازم تعرف اخطائك الدفاعيه اذا انت عايز تمشي لقدام في البطوله الافريقيه وتحقق فيها نجاحات كبيره. والتحيه والتقدير برضه للجنه بتاعت الرصد في نادي الهلال لاستكشاف النجم مامادو قمرديني، اضافه فنيه كبيره جدا، اسيست اكثر من رائع، حقق منه روفه، هدف جميل يعني، هدف مميز جدا كالعاده. فقمرديني بيعمل في مجهود كبير جدا مع منظومه الهلال في مباراه الامس امام، او عمل مردود فني كبير جدا. انا بتوقع انه يكون عنده نجاح كبير، رغم انه تم تسجيله بالمناسبه كظهير ايمن، او حتى ممكن يلعب كظهير ايسر. عندك عدد من الخيارات، نتمنى ظهور قادم لفولومو في خط المقدمه الهجومي، متاكد انه حيشكل لنا اضافه فنيه كبيره جدا جدا. اخيرا وليس اخرا، حابب اكرر لكل جمهور الهلال انه يعني اتمنى انه الناس تفهم انه نحن لو دايرين نحقق بطوله لازم نعيد النظر لاخطائنا الفنيه والاداريه، ونقيف ونحترف بها ونبدا نعالج فيها بشكل فوري. امامنا مباراه مهمه جدا امام سان لولوبو، وفي انتظار نتيجه مباراه سان داونز امام فريق سان داونز. انه تفوق حيتصدر هذه المجموعه ب8 نقاط، المولوديه الان هي في 7 نقاط. عندك مباراه كبيره جدا امام سانت، انا متاكد جدا او متوقع بشكل كبير انه الهلال حيفوز في هذه المباراه، وده شيء طبيعي جدا الهلال يفوز هذه المباراه. المباراه حتكون هي في رواندا. ريجي كامبي لازم ينتبه لانه يبدا بالتشكيله الصحيحه اللي هو قاعد يبدلها. اتمنى انه وجود سفيان فريد، ستيفن ايبولا، محمد احمد إيرينج، كرشوم، ايضا انا قاعد اقول بتروس، لكن سي انه حتى لو لعبت ارسنت ممكن تلعب بتروس في الارتكاز مع صلاح عادل قدامه مباشره. ممكن يكون موجود روفا، خط المقدمه الهجوميه كوليبالي والصنداي وايضا جان كله. التبديلات واضحه جدا ومحفوظه. ممكن تنزل الغربال بالمناسبه وتسحب واحد من الارتكازات، انا ضد انك تسحب الغربال وتنزل صنداي او العكس، لانه اصلا الغربال لا كراس حربه ما ناجح، ممكن يجيك من الخلف ويحقق لك يعني مردود فني رائع واكثر من رائع. دي الخطه اللي في راسي دائما قاعد اقولها لكل الناس. ممكن يكون موجود محل بطرس في الارتكاز، ممكن يكون حاج ماديكي، لكن بوجبا لا، ما تبدا به المباريات. الهلال كده ممكن يمشي في الخطوه نحو الطريق الصحيح في المرحله القادمه. برضو نبارك لجمهور الهلال تسجيل اللاعب موسى كاندي، رغم انه ما حنستفيد منه في الفتره الحاليه، وبرضو تسجيل هذا المدافع كلمنت ممكن يشارك بعد تقريبا فتره محدده يعني في الدوري الرواندي، مشاركته مع فريق الجيش الرواندي ممكن يشكل لك اضافه فنيه كبيره جدا في خط الدفاع. معلش اليوم كترنا عليكم في حلقه اليوم، لكن حبينا نخط النقاط فوق الحروف. كلامي قد ما يعجب ناس كثيره، لكن متاكد برضه بيعجب ناس كثيره، وزي ما قلت لكم احنا ما قاعدين عشان نعجب، احنا قاعدين عشان نقول الحقيقه ونقول وجهه نظرنا لكل الناس. الاحترام والتقدير. ما تنسوا لايك للحلقه دي واشتراك في القناه يا جماعه، والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دمتم ودام الوطن الحبيب السودان في امان الله.